هلو معاكم هدير نجيب، لايف كوتش ويوجا انستراكتور وسول دانسر اند توكس كونسلتنت. النهارده جاي اتكلم معاك عن موضوع مهم جدا. ان شاء الله بعد الفيديو ده لما تعمل التركه اللي هقول لك عليها يحصل لك نقله كبيره في الفكر، بالتالي في التجليات بتاعتك او طريقه الجذب بتاعك. مهم جدا قبل ما اقول لك على النقطه دي ان انت تبقى عارف كويس قوي انه لازم تكون مقتنع بالقانون بتاع ان اللي جوايا دايما هو اللي بيأكتب اللي بره. يعني انا هعدي ده بس عشان الصوت يعني انا اللي جوايا دايما هو اللي بيكرييت اللي بره. لو انت مش مؤمن بالقانون ده للاسف هيحصل مشكله كبيره في ان انت هتبقى بتضيع وقتك معاه، ودي اغلى حاجه. طبعا احنا عارفين انه اغلى حاجه عندنا هي الوقت، الفلوس والطاقه بتاعتنا. فما يعني لو انت مش مؤمن بالقانون ده بقت ترند ان انت تصنف نفسك ان انت عندك حاجه هي اللي منعاك من ان انت تاخد كل حاجه. طيب خلينا نكمل هنا عشان خاطر ايمن جه بره. فاعتقد انه ايه، هيبقى يعني هيبقى في دوشه حواليها اكتر يعني. فخلينا نتكلم هنا براحتنا. الكوبس ده قمر، مش هشيله ومش هحاول اداريه المهم ان انا عايزه اكملك نقطه ان انت دايما اتبرمجت على انك مش تاخد كل حاجه. مش كل حاجه هتاخدها صح. لما بتيجي مثلا تدخل مع واحده علاقه او كده وتيجي تقول اصل هي فيها كذا كذا، يقول لك يا ابني ما انت مش هتاخد كل حاجه. فانت اتبرمجت على ايه؟ ان انت مش هتاخد كل حاجه ولازم هتضحي بحاجه عشان تاخد الحاجه اللي انت عايزها. فاذا انت عارف طول الوقت ان حياتك هيبقى فيها حاجه ناقصه، ف بتمشي بكفاءه اقل. فلما بتيجي تبقى عايز تنجح وتكبر دايما بيبقى احساس الحاجه اللي واقعه مضايقك، يعني مخليك ماشي بتقل. فانا لو ادركت انه لا، انا هقدر اخد كل حاجه، واللي انا بقوله لك ده بتجرب عليا وبتجرب على ناس كتير، وزي ما قلت لك انا ممكن اكون وصلت الليفل بس انا لسه هوصل للاعلى، وانا مقتنعه بان ده من حقي 100%. لانه انا عارفه خدمتي في الارض. حد فيكم دلوقتي يقول لي طب انا مش عارف، انا ايه دوري اصلا؟ اوكي، ممكن اقول لك ازاي نعرفه ونشتغل عليه. بس انا النهارده عايزه اقول لك انه حتى لو انت مش 100% عارف انت بتخدم الارض وازاي وليه، لو انت لسه مش عارف ده من جواك، انوي بس انه انا يا رب هاخد كل حاجه عشان انا ناوي اخدم كل حاجه في الارض. انا كمان الكون بيخدمني بكل اللي عنده، وانا بقدر اخدمه بكل اللي عندي. هو هيكون في خدمتي وانا هكون في خدمته، وهي دايره لفه. المهم انه هتقرر انك تقدر تاخد كل حاجه. خلاص، دي اول نقطه. تاني نقطه ان انت محتاج تتحرك من حته انه اي حاجه انا هاخدها، سواء جواز، فلوس، منصب، اي حاجه هتكون في خدمتي وانا مشاور ان انا هاخدها وهتريحني، ما تكونش مبنيه على ان انا عايز ريسبكت، انا عايز احترام من الناس، انا عايز احترام قدام نفسي لما اخد كل حاجه. دي لازم تفصلها عن ان انت بتشاور انت عايز ايه. لو هي بالعمق انت عايز جوازه تخدمك، عايز فلوس تخدمك، اوكي، هتلاقي التدرج بتاعك انك تاخد الحاجات دي سهل، وهتلاقي كل تغيير بيحصل في حياتك بيقربك من الوسع ومن كل حاجه اكتر. خلاص، هو مفيش حد هينطها مره واحده، في تدرج. بس التدرج ده بيقول لك قوي قوي انك كل مدى بتقرب. كان بيحصل معايا زمان ان انا عايز علاقه عاطفيه فيها جواز. انا متارجت الجواز، انا متارجت الجواز. فهتلاقيني كل اللي بيحركني في العلاقه دي هو ها خلص، انت هتنفع ولا لا؟ انت هتحقق لي اللي انا عايزه في الجواز عشان خاطر انا هاخد احترام اكتر لما ابقى متجوز. اللي هيحصل ايه؟ يا اما هتتجوز فعلا وتاخد صدمه في الشخص ده، يا اما مش هتتجوز وهتلاقي طول الوقت بيحصل معركلات. فاي جواز او فلوس زي ما قلت او منصب او اي حاجه انت عايزها يعني ما ينفعش تبنيها على انه انا عايز احترام من نفسي ومن اللي حواليا اكتر. الاكسبيرينس الروحيه والنفسيه والجسديه بتاعتك تكتمل وتكون aligned مع ربنا سبحانه وتعالى. انت هتبقى في حاله من الترددات اللي بتخلي اللي حواليك يبقوا احسن. تخيل انت لما بتقابل انسان كويس بتحس بايه؟ بتحس ان الدنيا لسه فيها خير، صح؟ بتحس انك عايز تكمل الحياه اكتر، مش بتخاف. بتحس ان انت مطمن، مش حاسس ان البشر كلهم وحشين. انا بقولك دي اقل خدمه ممكن تعملها، ان انت بس لما تبقى من جوه متزن والايند. يعني الايند دي اللي هي متصل مع ربنا بالثلاث حاجات اللي انا قلت لك عليهم. انت بتقدم رسالة للبشر ان الدنيا فيها خير. رقم 3، وهي ان انا لما بشاور على حاجة انا عايز اخدها، ابقى مستعد تماما اخد التجربة اللي هتخليني اخدها.
مستحيل انا اشاور مثلا ان انا عايز جواز متزن خلاص، وربنا ما يعلمنيش ازاي انا هاخد الجوازه المتزنه. هل ينفع انا اشاور على مثلا رقم كبير، مليون، 3 مليون، 500 مليون جنيه، واقول هو ده اللي انا عايزه، وما بقاش موافق ان ربنا يعلمني ازاي ابقى عايزه؟ هي نفس القصه. فانا محتاج رقم 3 لما اشاور على حاجه ابقى موافق على التجارب اللي انا هدخلها وقوتها وتحدياتها، عشان انا قلت اني عايز ده. فهي مش دافع تمن قد ما هو انه لازم تبقى جاهز عشان تاخد الحاجه دي. خلاص. طيب لو انت عايز تعرف اكتر عن دورك وخدمتك في الارض وتعيش رحله حقيقيه كاملة عن الموضوع ده، وعن انت ازاي بتتشافى تماما لدرجة ان انت بتبقى معانا في شابتر 2، انت منطلق بحرية لخدمتك في الارض، بتصحى كل يوم عندك شغف اعلى من اللي قبل. في كورس Releasing Others الراوند 6 ان شاء الله في شهر 12 جاي ديسمبر 2025. فانت لو جاهز ممكن تبعت لهم في الكاستمر سيرفيس على انستجرام، او اي كونتاكت. لو انت مثلا متابعنا في اي بلاتفورم هتلاقي الارقام بتاعتنا اللي تقدر فيها تتواصل معانا ويبلغوك بكل التفاصيل. اشوفك في فيديو تاني. باي باي.